الزمالك يا جماعه لو فوت الماتش بتاع بيراميدز يوم الثلاث الجاي، عايز اقول لك هتبقى وصمه عار في تاريخ الزمالك، وصمه عار على لعيبه الزمالك لو فوتوا الماتش البيراميدز يوم الثلاث الجاي. دلوقتي جماهير الزمالك كلها تقول لك احنا هنفوت الماتش البيراميدز عشان خاطر الاهلي ما ياخدش الدوري. طب ما انتوا لو فوتوا الماتش البيراميدز الزمالك مش هيبقى ولا تاني ولا تالت ولا رابع، لان هتلاقي البنك الاهلي بيعديه، هتلاقي فاركو بيعديه، هتلاقي فرق كتير بتعديه. يعني الزمالك حتى مش هينفع يروح حتى الكونفدراليه. طب ما تكسب انت، اكسب انت حتى، فرح جماهير الزمالك، فرح الجماهير ان انت فعلا الزمالك. ما تثبتش ان الزمالك دلوقتي خلاص بقى زيه زي المقاولين، بقى زيه زي غزل المحله. الزمالك في الضياع وكل همه الاهلي، كل همه هم الثلاث نقط هيتخصموا من الاهلي ولا لا. طب ما تلعب انت، اكسب انت مالك بالثلاث نقط ولا مالك بلجنه التظلمات؟ ده الاهلي دلوقتي يا ابني في حته ثانيه. النادي الاهلي دلوقتي راكب الدوري ومش هينزل من عليه. النادي الاهلي دلوقتي راكب الدوري ومش هينزل من عليه الا وهو رافع الدرع. النادي الاهلي بقى في حته ثانيه يا جماعه. عايز اقول لك النادي الاهلي دلوقتي مع وجود عماد النحاس معاه، مع رفع الروح المعنويه للعيبه، النادي الاهلي دلوقتي بيكسب بسكور، بيكسب بالاربعه، بيكسب بالخمسه. النادي الاهلي في حته ثانيه. النادي الاهلي يا جماعه والله دلوقتي بقى في حته ثانيه. انت كل همك انا هفوت الماتش بتاع بيراميدز عشان بيراميدز يبقى الاول. انت مالك ببيراميدز؟ ده بيراميدز هيقع الماتشات الجايه كلها. بيراميدز خلاص طالما نادي ملوش جماهير، اوعى تفكر ان هو هياخد بطولات، اوعى تفكر ان بيراميدز هياخد الدوري. مفيش منه. بيراميدز شوال فلوس، ما هو الا شوال فلوس. الفلوس خلاص مثلا اللعيبه شبعت وخلاص مفيش انتماء. اصل لعيبه بيراميدز هم خلاص الفلوس كده بياخدوها، وهياخدوها عادي سواء كسبوا او ما كسبوش هياخدوها، لان في عقد كده اللعيبه هتاخد مستحقاتها. انما كروح زي الروح الموجوده في النادي الاهلي، روح الجماهير، روح الفانلة الحمراء، روح النادي الاهلي، انت بتنتمي لاكبر نادي في افريقيا، هي دي اللي بتخلي اللعيبه دلوقتي بتاكل النجيله. تعال بص شوف امام عاشور بيلعب ازاي، بص محمد طاهر بيلعب ازاي. امام عاشور يا راجل يمين بالله دلوقتي في تصنيف هيطلع لامام عاشور احسن لاعب في افريقيا، احسن لاعب في الدوري المصري كله. امام عاشور يا جماعه بيثبت انه راجل بمعنى الكلمه، بيموت نفسه عشان خاطر يجيب جون، بيموت نفسه عشان الاهلي يكسب. بص شوف امام عاشور بيعمل ايه. ده اسمه انتماء للفانلة الحمراء، ده اسمه انتماء للنادي الاهلي. وانت كل همك تقول لي انا هفوت الماتش عشان بيراميدز ياخد الدوري. حتى لو فوتش الماتش هيبقى وصمه عار على الزمالك، وصمه عار على جماهير الزمالك، وصمه عار على مجلس اداره الزمالك اللي شاغل نفسه بالنادي الاهلي، شاغل نفسه امال ليه الثلاث نقط ما اتخصموش ايه؟ ده الحكام جم يوم الماتش الساعه 12 بالليل. يعني المفروض الماتش بتاع الاهلي والزمالك اللي هو الاهلي قال لك لا انا عايز اعاده المباراه بتاعته، الاهلي ما انسحبش، الحكام بتوعه واصلين الساعه 12 بالليل.